السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف شوية يا بنات. دي طماطم بتاعتي انا جبتها عشان اعملها صلصة المكرونة وصلصة اللي انا اطبخ منها وكده. انتوا زي ما انتوا عارفين الطماطم دلوقتي رخيصة وحلوة الايام دي. دي طماطم انا كنت حاطاها في الفريزر، والطماطم التانية انا كنت لسه شاريها طازة زي ما انتوا شايفين كده. الطماطم طبعا لما بتنحط في الفريزر وبتطلع بيبقى شكلها دبلان كده وايه، وبتبقى سهلة ان انت تعمليها تشتغلي فيها على طول. تمام زي ما انتوا شايفين كده. دي كمية حوالي 10 كيلو. 10 كيلو اللي كانوا في الفريزر دولت، و10 كيلو تانيين هعمل منها الصلصة والمكرونة وهعمل منها للطبيخ زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. متلجة كانت في الفريزر، يعني متلجة، استنت عليها لما فكت شوية. ودي الطماطم اللي انا كنت لسه جايباها طازة. حلة على النار فيها حوالي 3 بصلات كبار، لان انا عاملة 10 كيلو صلصة المكرونة. بخزنها وبعملها وبشيلها في الفريزر وبطلع منها على الاكل على طول، على المكرونة على طول يعني. زي ما شايفين كده 3 بصلات كبيرة، لان انا عاملة 10 كيلو، كمية كبيرة ما شاء الله، الله اكبر. 3 بصلات كبار، ضربتهم في المفرمه او قطعتهم حتت صغيره زي ما انتوا حابين. واول البصله ما اصفرت على طول ودبلت مني، نزلت بحوالي 3 معالق توم اهراميه كبيره. واول ما التوم والبصله اندمجوا مع بعض، مش عايزه اقول لكم الريحه كانت خطيره، انا شميت ريحه جميله جميله جميله. وخلاص اول ما البصله بتاعتي تدبل والتومه ريحتها هتطلع وتصفر، هنزل بالطماطم بتاعتها على طول. وهنا انا كنت نزلت بالطماطم، هنا 5 مكعبات من مرقه الدجاج. اختياري، لو عايز احطها احطها، مش عايزه بلاش. وهنا الملح والكمون والبابريكا وشويه من الكمون والفلفل الاسمر، وحوالي 3 4 برضو معالق كبار هرميه من السكر، لان انا عامله كميه كبيره ما شاء الله. وهقلب كله على بعضه. وما تنسيش الصلصه على النار، لاني بتعمل قعر طبعا، لازم كل شويه ايدك فيها تقلبيها من تحت، ايدك فيها على طول على طول على طول. خلاص. هنا بقى ايه ال- السكر بتاعي، عشان انا ما كنت صورته في الاول، فانا بوريه لكم عشان ايه. طبعا الصلصه لازم ايه، لازم يتحط لها سكر عشان الحموضه وكده. تمام. وبيخلي طعمها حلو كمان. فقلبتها تقليبه كويسه واندمج مع بعض وخلاص كده، غطى عليها واشوف بقى ايه الصلصه اللي بعدها. هنا برضو البصل، هنا بقى السكر والفلفل الاسمر والكمون والبابريكا برضو للصلصه اللي انا هعملها للطبيخ. بس على النار تتسبك وتطلع معاكي احلى صلصة يا جماعة، خطيرة 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 خطيرة. تمام. وزي ما انتوا شايفين دي الصلصة بتاعتي اللي هي بتاعت المكرونة، شايفين لونها بقى حلو ازاي. ولو عندك بنجر ممكن تحط لها، انا هنا حطيت لها ورق اللوري، بخلي ريحتها حلوه او بخلي طعمها حلو كمان، بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. شايفين خلاص هنا كانت قربت تتسبك. ايه، شايفين يا بنات الكمية بسم الله ما شاء الله عملت معايا قد ايه؟ للناس اللي بتشتغل، الناس اللي ما عندهاش وقت، الناس اللي عايزة تطلع حاجة سريعة وتعملها على طول. ده الصلصة للمكرونة، وده الصلصة اللي هي ايه، اللي ممكن ايه تطبخي بيها وكده. عايزة اقول لكم يا جماعة كمية بسم الله ما شاء الله، بتوفر وقت وبتوفر المجهود وبتوفر الفلوس. يعني هي دلوقتي الكيلو ونص انا جايباها ب10 جنيه. سوري، ال2 كيلو ب15 جنيه. بعد كده يعني هي وصلت قبل كده 15 جنيه، 25 جنيه. وهتغلى طماطم، هتغلى على اول رمضان ان شاء الله عليكم بخير. الطماطم هتغلى، هتوصل كام نعرفش، الله اعلم. كل حاجه، الحاجه كل يوم في زياده. فبتوفر كمان وقت للناس اللي بتشتغل. ولو وصلت هنا في الفيديو ما تبخليش عليا بلايك وكومنت. ويلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.